السلام عليكم. أود أن أحدثكم عن رحلتي في اليمن. رحلتي في اليمن من أجمل الرحلات، مرورا بصنعاء الأبية التي تغنت بألحانها عمران، المحويت، صعدة، حجة وذمار، عندما غنى ابنها المحب علي بن علي الآنسي. مررت في رحلتي بشبوة التي تغنت الجوف والبيضاء ومأرب بألحان أبناء قبائلها. أكملت رحلتي مرورا بتعز الباسلة التي ترنم على أنغامها إب، الحديدة وريمة، عندما تغنى ابنها الملهم أيوب طارش. جذبتني ألحان دوعنية من حضرموت التي أطربت المهر بأنغامها عندما تغنت حنجرة ابنها أبو بكر سالم. شدني صخب من لحج التي تراقصت على أنغامها الضالعة عندما رن الوتر ابنها فيصل علوي. وأسرني نسيم السواحل في عدن التي سحرت العشاق في أبين عندما تغزل فيها ابنها المرهف أحمد قاسم. وقبل انتهاء رحلتي وبعد سكوت النغم وحلول الصمت، وإذا بلحن يأتي من كل الجهات، من شرق اليمن وغربها، من شمالها وجنوبها، لحن واحد رددته اليمن كلها. وكما تعودت في صغري بعد سماع هذا اللحن في طابور الصباح أردد: الله، الوطن، الثورة، تحيا الجمهورية اليمنية، تحيا الجمهورية اليمنية، تحيا الجمهورية اليمنية. تعددت الألحان والألوان ولكن النبض واحد. أنا أحمد الشيبة، وكانت هذه رحلتي في اليمن.